السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهاردة ايه؟ رز ولبن. هو انا عملته معاكم السنة اللي فاتت، هو انا متعودة اعمله كل ليلة 27. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. زي ما انتم شايفين كده بقى ما شاء الله اللهم بارك، يعني عاملة كمية مش كبيرة قوي، كمية كويسة. غسله الرز بتاعي تقريبا 5 كوبايات رز وسبته منقوع شويه في الميه، يعني بتاع ساعتين 3 كده. وبعدين رحت في الميه بقى بتاعته، بدات خليته يغلي بالميه بتاعته عشان انا عايزاه يفتح معايا، فهمني. ولما بدأ حسيت ان هو دخل على السوي، حطيت اللبن بتاعي. هو كل كوبايه رز بتاخد رتل لبن او حليب على حسب بقى ما انتوا بتقولوا عليه. تمام كده. التكايه بقى اللي بتودي الرز واللبن في حتة تانية خالص، اللبن البودر والكريم شانتيه. انا ما بحطلوش بصراحة نشا، حطيت له كده 2.4 معلقة لبن بودر وزيهم كريم شانتيه، بتخلي القوام تحفة والطعم اصلا كريمي كده حلوة. ممكن بقى انتوا تزودوا نشا، ممكن تزودوا كمان قشطة لو انتوا حابين. بس انا يعني من يوم ما اتعلمت الرز واللبن انا بعمله كده، يبقى لي سنين بعمله كده، والحمد لله بألف هنا على كل اللي اكل منه وكل اللي ليه نصيب ياكل منه. بيحبوا مني يعني الحمد لله. حطيت كده فانيليا زي ما انتوا شايفين. الحمد لله. انا بقى زي ما قلت لكم انا بعمله كل سنه، وان شاء الله نعمله كل سنه مع بعض، وان شاء الله واحنا كده قناه كبيره وعيله كبيره مع بعض ان شاء الله. فربنا يتقبل منا ومنكم كده صالح الاعمال يا رب العالمين، منك واليك فتقبلها مني يا رب العالمين. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت بقى فانيليا وحطيت السكر وتمام كده. انا اخدت بقى اللبن بودر والكريم شانتيه، حطيت عليه ميه او ممكن تحطوا عليه لبن ودوبتهم كده زي ما انتوا شايفين وحطيتهم. الرز واللبن عايز تقليب يعني. بصوا جمدوا نفسكم كده وربنا يعيننا ويعينكم يا رب، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. عايز تقليب ونار مش عالية، وبصوا هيطلع معاكم احلى رز ولبن ممكن تاكلوه في حياتكم. قولولي بتحطوا عليه نشا ولا بتحطوا عليه ايه؟ عشان في ناس زي ما قلت لكم بتحط نشا وفي ناس بتحط قشطة، يعني طبعا كل المنكهات دي بقى حسب ما انتوا بتحبوا. بألف هنا عليكم يا رب وعلى كل اللي اكل منه. زي ما انتوا شايفين كده بقى هو ايه، بدأ دخل على السوي، بيبدأ يتقل زي ما انتوا شايفين. هو عايز تقليب طبعا. انا كنت بفصل الكاميرا وبقلب، يا ما شاء الله الحله كبيره مش صغيره، فما شاء الله كانت كميه محترمه. انا كل سنه بعمل يعني مثلا قد اللي انا بعمله دوت ضعفين 3. بس سبحان الله السنه اللي فاتت كان عندنا ظروف، والسنه دي برضو عندنا ظروف، الحمد لله رب العالمين. فزي ما انتوا شايفين بقى عملت كده الكميه المناسبه، يعني على قدنا يعتبر كده، يعني على قد الحبايب كده زي ما بنقول. وبألف هنا على كل الأكل منه يا رب. هنا بقى دي كوبايات بتتباع كده عند أي حد بتاع بلاستيك، أو بيبيعوا البلاستيكات أو العلب اللي هي البلاستيكات، بتتباع يعني بالغطيان بتاعتها اللي هي شبه علب الزبادي شوية، او هي علب زبادي اصلا يعني، فاهمني. فبدأت طبعا بغسلها كويس قوي وبنضفها يعني وبنشفها، وببدأ احط فيها بقى ايه كده زي ما انتوا شايفين الرز واللبن. لان يعني ما ينفعش احط في اطباق بقى من البيت لان مش هيتكفي، لان زي ما بقول لكم بعمل كمية يعني، وطبعا بدي لكل حبايبنا اللي حوالينا واهلنا وكده. انا ما ينفعش اعمل في اطباق من البيت يعني، فديت احسن حاجه والافضل يعني. واللي فاض بقى مني عملته صينيه كده زي ما انتوا شايفين يعني. حطيته في الصينيه واحط على الوش سمنه بلدي، وشغلت الفرن على اعلى درجه حراره. بصوا انا بقى بحب دي يعني انا ما بحبش يعني، بحب اللي هو في الكوبايات وكل حاجه، بس انا بعشق اللي في الصينيه. اللي في الصينيه ده حوار، لازم تجربوه. قولوا لي بتحبوا ايه اكتر، اللي بيبقى في الكوبايات او العلب ولا في الصينيه؟ سبتها بقى في الفرن لحد ما تتحمر معايا. وهنا بقى كان الرز واللبن ما شاء الله، دي الكميه اللي طلعت معايا. وحطيت كمان في طواجن زي ما انتوا
شايفين الطواجن دي ممكن تخش الفرن، بس انا لا، يعني انا عشان كانت العلب بتاعتي خلصت فكملت في الطواجن كده زي ما انتوا شايفين. ودي الغطيان بتاعها سبتها لما بردت خالص وبدأت اغطيها. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الجميلة، ربنا يخلينا كده لبعض. وبصوا ما شاء الله دي الكمية بقى اللي طلعت معايا. واللي اول مره يشوفني بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان ان شاء الله نبقى عيله كبيره كده، ويا رب اكون بفيدكم لو بحاجه بسيطه. حبيت اشارك معاكم حاجه انا بعملها كل سنه الحمد لله. ربنا يزيدنا ويزيدكم من وسع اللهم امين. بس وهي دي الكميه بقى اللي معايا. وهنشوف بقى الصينيه اللي طلعت معانا. ما شاء الله دي الصينيه كانت ريحتها فظيعه يا جماعه ما شاء الله بجد. طبعا الرز واللبن ظبطت السكر على حسب الرغبه، وبألف هنا على كل اللي اكل منه. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويبقى خفيف عليكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.